في بعض الامور برضو عايزين نرد عليها كده بسيطه كده، من ضمن الادعاءات الكاذبه اللي انا حاجات اللي انا عاصرتها. تمام. يقول لك ايه، سنه 84 الاهلي كان بيلعب المقاولين ماتشين في افريقيا، المفروض الماتش اللي مش عارف الاولاني كان بتاع مين والماتش الثاني بتاع مين، وهم قلبوا الموضوع عشان الاهلي يصعد اي كلام. وللاسف في نقاد زملكاويه كبار بيكتبوا الكلام ده. تمام. احنا عاصرنا الموضوع ده، وكان محدد المباراه الاولى. كان اكتوبر 84. المباراه الاولى دي مباراه الاهلي، المباراه الثانيه هي مباراه المقاولين، والاثنين هيتلعبوا في استاد القاهره مش في الجبل الاخضر. والاتحاد كان مقرر كده، والمقاولين وافق وما اعترضش عشان نبقى عارفين يعني. ماشي. ومعروف ان الهدف خارج الارض لو اتساويت هو اللي بيفرق بس. ف0-0 على ارض الاهلي، 1-1 على ارض المقاولين، الاهلي صعد وانتهينا الموضوع. ولا المقاولين اعترض حتى ولا في اي حاجه. لا، هم بقى بيعتمدوا ان الناس مش فاكره، يقول لك لا اصل مش عارف كان المفروض ايه، وهم الاتحاد الافريقي عمل ايه وبعت جواب ايه وغير في الموضوع عشان الاهلي يصعد. ايه يا حبيبي اللي تقوله ده؟ حبيبي عيب كده، عيب كده، عيب اللي بتقولوه ده. ماشي. تاني حاجه بقى موضوع الاجانب. بيقول لك اتحاد الكوره لغى موضوع الاجانب، ومشى الاجانب من مصر، اللاعبين الاجانب، عشان خاطر يبقى في صالح الاهلي. اكمن الزمالك كان عنده كوارشي، تمام، والمقاولين عنده انطوان بيل وعبد الرزاق، والمصري كان عنده قاسم بورو وبرزكري. يا سلام يا سلام. ده الكلام ده امتى يا حبيبي؟ هو مشوا امتى؟ بعد كاس مصر 85. ماشي. بعد كاس مصر 85، بعد الاهلي ما اخذ الدوري والكاس. الاهلي سنه موسم 85 واخد الدوري والكاس وافريقيا كمان. ماشي. الاهلي جمع بين الدوري والكاس وما عندوش اجانب، من غير اجانب. والزمالك كان عنده كوارشي، والمصري كان عنده قاسم بورو وبرزكري، والمقاولين بانطوان بيل وعبد الرزاق. في صالح الاهلي في ايه يعني؟ الاهلي كان كده بيكسب بالاجانب، وهم كل عنده بالاجانب بتوعهم، وهو ما عندوش اجانب، عادي خالص. الاهلي اشترى جورج الحسن وطلعت صفقه مقلب وخلصنا وانتهينا. تمام. زي ما الزمالك اشترى اودولف بتاع غانا وطلع مقلب وخلص وانتهينا. هو اشترى هنري تومسون، وهنري تومسون كان لعيب يعني مش سوبر ستار، كان نص يعني لعيب خط وسط كده على قده يعني. تمام. وكوارشي كوارشي كان كويس، بس في وجود كوارشي الاهلي كسب الزمالك بالناشئين، بالشباب 3-2 في كاس مصر، وكان كوارشي بيلعب ما شاء الله يعني. اخر ماتش ليه اللي هو اسوأ خاتمه ختم بيها حياته في مصر اصلا. ماشي. وهارون يوسف اللي جال اشتروه لعبوه شوط عشان يسخنوا محمد صلاح، عشان صلاح ينزل يكسر الدنيا. واسمه ايه ده، انطوان بيل وعبد الرزاق فرقوا مع المقاولين في افريقيا. عبد الرزاق لعب موسم 82 83 بتاع الدوري كله. تمام. انطوان بيل لعب نص موسم، جه من نص الموسم، ماتش المحله في المحله في يناير، جه من نص الموسم لعب الدور الثاني بس. تمام. والمقاولين فاز بالدوري ساعتها. عبد الرزاق وبيل انطوان كملوا مع المقاولين موسمين كمان، اللي هو موسم 83 84 و84 و85، وكانوا في نص الجدول، ولا حتى نفسه على كاس مصر. قاسم بورو وبرزكري عملوا طفره مع المصري، بس الاهلي فاز عليهم من غير الدوليين. والاهلي كان بيعاني سنه 84، فاز عليهم بضياء السيد، ومع احترامي يعني باللعيبه كانت لسه اول مره تلعب، وحمدي ابو راضي وشوبير كان لسه اول مره يلعبوا. تمام. من غير الدوليين فاز على المصري بكامل نجومه بفول تيم، بعبد الرضا برزكري بقاسم بورو، وفاز عليهم في الدوري 2-0 في بورسعيد قبلها من غير الدوليين برضه، لما سمحوا لمصطفى عبده بس ان الدوليين يرجعوا، والجوهري استعان بمصطفى عبده بس اللي رفع الكورنر دخلت فيهم جول. وبعد كده الموسم اللي بعديه الاهلي فاز بالدوري والكاس في وجودهم. يعني الاهلي فاز بكل البطولات في وجود الاجانب. خسر الدوري 84، ده فاعل معروف. الدوري ده خسرناه ازاي؟ عشان خاطر موضوع اللعب من غير الدوليين، والقصه دي هنبقى نجيلها في فيديو منفصل. لعب من غير الدوليين 84 و88، وازاي صب في مصلحه الزمالك تماما، وازاي الاهلي تضرر من الموضوع. انما تقول لي اتحاد الكوره مشى الاجانب عشان اللعيبه الاجانب عشان يجامل الاهلي؟ ايه الخيابه دي؟ ايه يا عم ده؟ يا عم اقسم بالله انا لما بردد الكلام ده بحس ان انا عايز ارجع. ايه يا عم ده؟